ده زرار المرايات، كلنا عارفينه. بص بقى معايا كده وانا موجهه ناحيه المرايه اليمين، واول ما اجيب العربيه على الار المرايه هتعمل ايه؟ طب بص كده، اول ما اجيب العربيه على البي وابطلها المرايه اليمين هتعمل ايه؟ ده اوبشن موجود في اغلب العربيات الالماني خصوصا الحديثه. طب ايه الاوبشن ده وايه فايدته؟ فايدته انك بتعمل تخزين لوضعيه المرايه اليمين بحيث ان هي تبقى كشفالك الرصيف وانت بتركن، وده علشان تحضن مظبوط، وبعد ما تركن وتبطل العربيه المرايه ترجع لوضعها الاصلي تاني. تعال اقول لك بقى ازاي بتستفيد من الاوبشن ده وازاي تظبطه، ده باعتبار ان هو موجود في عربيتك. اولا هتقلب الزرار على المرايه اليمين الار، ثانيا هتجيب العربيه على الار طبعا وانت دايس فرامل والعربيه ما تتحركش، وبعدين هتظبط المرايه على الوضعيه اللي انت عايزها بحيث ان هي تكشف لك الرصيف بالشكل اللي انت عايزه. بعد كده هتجيب العربيه على البي وتبطل العربيه، هتلاقي المرايه رجعت تاني للوضعيه الاصليه بتاعتها. وبكده كل مره تجيب فيها الار هتلاقي المرايه بتتظبط على الوضعيه اللي انت عملتها. بس اهم حاجه وانت بتجيب الار تخلي زرار المرايات متوجه على المرايه اليمين، لان انت لو جبت الار من غير ما تخلي زرار المرايه متوجه على المرايه اليمين المرايه مش هتتحرك معاك. بس لو جيت وحركته كده في اتجاه المرايه اليمين وانت واقف وجايب الار هتلاقي المرايه بدات برضو تتحرك معاك وترجع للوضعيه اللي انت ظبطتها. اكتب لي بقى في الكومنتات عربيتك نوعها ايه والاوبشن ده موجود فيها ولا لا، ولو طلع موجود فيها اعمل لايك وشير للفيديو.